السلام عليكم، كيف الاخبار يا جماعه الخير؟ كيف الاخبار؟ كيف الاحوال؟ ايش رايكم بالله بالاجواء الشتويه هذه؟ ايش رايكم؟ والله يعني ابداع. قلت بما ان الموضوع شتاء فلازم ادي نوع من الاضاءه الهاديه والاضاءه اللي فيها دفى علشان تعيشوا معي، حتى لو انت سعان تتدفى. ايه رايكم؟ ايه الاخبار يا جماعه الخير؟ كيف الاخبار؟ قبل ما نبدا، احنا دلوقتي في رحله وفي خضم الوصول ل 100,000 مشترك. دلوقتي احنا وصلنا بيتهيألي ل 318 مشترك. باذن الله عايزين نوصل لل 100,000 باذن الله قريبا. ما تنساش انك تشترك في القناه، عايزين نوصل لهذا الرقم باسرع وقت ممكن. وخلينا نبدا الفيديو بتاع النهارده، ازاي تبدا تعمل محتوى على اليوتيوب من الصفر من ناحيه صناعه الافكار. انا بتكلم هنا على من ناحيه انك تلاقي الفكره، ومن ناحيه شويه نتكلم عن موضوع المونتاج. ازاي تبدا فكره؟ تيجي لحظات ساعات الاقي افكار منين، اجيب افكار منين، ودي بتحصل معايا انا شخصيا. كانت جيت في فتره ان انا ما اصورش غير لو معايا نت، اعتقادا مني ان النت ده هلاقي منه او هلاقي فيه افكار، مع ان الموضوع كان عكس كده تماما. الافكار بتيجي من جواك. الافكار ممكن تجيب فكره من بره، بس لازم تدور جوه دماغك وتاخد دوره كده جوه علشان تطلع بنتيجه تبقى خاصه فيك انت. فزي ما قال ابو اسماعيل مره، انه انت بس امشي الدنيا. انك تمشي تجربه عديت بيها، قرات معلومه في كتاب، وبالذات لو انت عديت بتجربه، يعني قرات معلومه وطبقت او حاولت، او قرات معلومه حاولت تطبقها في الحياه الواقعيه، او في حاجه عدت عليك في الحياه خليتك تبحث في موضوع معين. حتى لو انت طالب في اعدادي، حتى لو انت طالب في ثانوي، تقدر ان انت تعمل محتوى. ولكن لازم بعد ما تخلص الافكار بتاعتك، لازم، مش عارف، حاسس في حاجه دخلت في عيني، لازم بعد ما تخلص الافكار بتاعتك لازم تعرضها على فلتر، اما فلتر الشرع والعقل والفطره. هل الموضوع ده شرعا تمام؟ اوكي. طب هل عقليا اتكلم فيه في النقطه دي في الميعاد ده ولا لا؟ ويا سلام لو انت صغير في السن وعايز تعمل محتوى، انك تسال حد منتور، حد اكبر منك، ده يبقى يعني شيء جدا قمه في الروعه. وده اللي خلاني اسال او اروح لنقطه مسؤوليه الفكره. الفكره اللي انت تتكلم عليها دي، عندك مسؤوليه نقل الفكره دي، مسؤوليه كبيره جدا. بس حرفيا الفكره نقلها، في مسؤوليه انك تنقلها للجيل اللي بعده والجيل اللي بعده. فازاي تعرف الفكره اللي انت فيها دي صح ولا غلط؟ لازم يكون عندك بعد نظر. كل ما كان عندك بعد نظر اكتر، كل ما عرفت هل الفكره اللي انت عليها دي صح ولا غلط. انا دلوقتي عندي فكره دلوقتي هتوديني لافعال معينه، عندي بعد نظر ليها، لو قعدت ابص ممكن تخليني ان انا اغيرها، لا مع انها بدأ صحيحه بس ممكن تبدا تنتهي بافعال وحشه. فاغير الفكره دلوقتي واغير اسلوبي دلوقتي، لان عارف الرتائب والنتائج اللي رايحه على الفعل ده ايه. فلازم تبقى عندك بعد نظر، لان انت ممكن تبدا بفكره صحيحه وتنتهي بفكره وحشه. ولو ادركت من الاول ان نهايه الفكره تبقى وحشه كده، ما كنتش بدات من البدايه. فلازم يكون عندك بعد نظر. والعقل بيضعف، طبعا الكلام ده مش كلامي، الكلام ده انا جايبه من كتاب. العقل بيضعف كل ما يبعد الطريق عنك. كل ما الطريق يبعد كل ما العقل يضعف. العقل يضعف كل ما عند النهايات، كل ما طال الطريق بيضعف في ادراك النهايات العقل ده. وانا صراحه لما قرات المعلومه شبهتها بالسفينه. انت دلوقتي لو السفينه قدامك دلوقتي مثلا وانت عند المرسى، هتشوفها 100% بكل التفاصيل. كل ما تبعد كل ما التفاصيل تنتهي، كل ما تبعد كل ما التفاصيل تنتهي. فالعقل مهما بلغ من قوه، عقل الانسان ده مهما بلغ من قوه، ضعيف في النهايه برضه. لو جبت واحد عنده عقل ومن اقوى العقول ومن امهر الكتاب، لو هو من امهر الكتاب، لو قلت له يكتب بطريقه مستقيمه لازم ترسم له خطوط، حتى مهما كان عنده من قوه من عقل. ليه؟ لان العقل بيضعف مع الوقت، تلاقيه انحرف مع الوقت. كل ما طال الطريق كل ما انحرف. عشان كده ربنا دايما بيبعت للبشريه رسل، دايما بيبعت لهم انبياء. حتى في حاجه سمعتها، انه حديث باين متهيألي، انه بني اسرائيل كانت تسوسهم انبيائهم، كل ما يمشي نبي يجي نبي، كل ما يمشي نبي يجي نبي. ليه؟ لان العقل ضعيف. فما بالك انت بتتكلم في طريق من اوله من عندك انت ونهايته عند ربنا، ان انت هتعرف تعملها بعقلك انت بس. فالعقل في ناس بتعظم العقل حرفيا، يعني العقل ضعيف يا جماعه الخير. يعني انت ساعات، انت اللي بتتفرج علينا دلوقتي، انت مش ساعات بتيجي تقول غلط، كان المفروض اعمل كذا كذا كذا؟ هو نفسه العقل اللي انت لومته بتاع زمان ده هو نفس العقل بتاع دلوقتي اللي انت بتفكر فيه. تمام؟ بس انت عشان بتفكر في اللي انت عارفه، مش بتفكر في اللي انت مش عارفه، فبيجي ممكن يصيبك نوع من الغرور او نوع من الكبر. ومش هتاخد الدرس غير لو عديت بشيء في الحياة يخليك تدرك فعلا ان انت مش عارف حاجة.
فيا جايز ده انت بتلاقي ناس حتى يا راجل من عندها علم رهيب جدا ويقول لك انا لسه بتعلم ولسه ما اعرفش حاجه، لانه حرفيا وما اوتيته من العلم الا قليل. مهما انت وصلت من علم، كل يوم في معلومه، كل يوم في حاجه جديده، كل يوم في حاجه جديده. وده وصلنا لحته الكلام عن المونتاج وانا صراحه متبني فكره النهايه الاخيره اللي خلاني اتبنى الفكره دي، ان انا كنت بتابع احد اليوتيوبرز ساعتين وانا مش ملان اطلاقا ان انا بتابعه الساعتين، ومستمتع جدا، مستمتع بلحظه الهدوء، الصمت دي لحظه ان انا مثلا بفكر في حاجه، لحظه ان كل اللحظات دي انك تعيش المشاهد معاك كل اللي انت بتمر بيه. دي واحده من الحاجات حرفيا اللي خلاني ادمنت على الشخص وتعلقت بالشخص، ان انا عايز اشوف الفيديو اللي بعده، اشوف الفيديو اللي بعده، اشوف الفيديو اللي بعده. يعني توصلت انه سبحان الله، انت كل ما يعني ما تحط حاجات قدامك، لحظه، كل ما تحط حاجات قدامك مونتاج، حاجات انت عماله تقطع، انت عماله تبعد المشاهد، انت مدخله في حته رسميه، ان كل شويه بتحط قدامه حاجات وترجع تاني وتروح وترجع تاني، بيبعد عنك انت، بيحس ان هو الموضوع رسمي شويه. مع ان انا كنت بفكر على فكره قدام ان ممكن اعمل فيديو رسمي، اعمل قناه رسميه، بس دي هتبقى قناه رسميه بعيدا عن القناه دي، انه مثلا ممكن اعمل حاجه معينه في المستقبل، بس ده لسه في المستقبل، دي محتاجه ادوات ومحتاجه فلوس ومحتاجه حاجات كتيره جدا. بس ما تبعدش المشاهد عنك، انت ليه تبعد المشاهد عنك؟ كان بيتكلم واحد صديق، وده اللي صراحه اللي قالها ابو اسماعيل في فيديو ليه، انه ده يوتيوب ده اليوتيوب بتاعك انت بيعبر عنك انت. فلما قال الموضوع ده صراحه ادراك الموضوع ان اليوتيوب ده انت، ما تحاولش تاخد قالب معين تاني، لا، عبر بطريقتك، باسلوبك انت، باللي انت شايفه يعبر عنك. طبعا لما بعدين تعديها على شيء من الشرع ومن الفطره والعقل وتشوف هل هي تتناسب ولا ما تتناسبش. بس في النهايه بعد ما تعديها على القيود دي في مساحه كبيره جدا من الحريه ليك انت، لطريقتك انت. فلو انت عايز تبدا، انا من رايي الشخصي ابدا في موضوع العفويه، لان انا لاحظت في الفتره الاخيره وانا بتفرج على فيديوهات، حرفيا الفيديو يا راجل اختصروا الفيديو ل 20 دقيقه لمده دقيقه، فلوج كامل. يا الله، انا وانا بسمع الفلوج اللي هو دقيقه لما وصل لنص قلت هيخلص امتى؟ مش قادر اتحمل كميه الاحداث اللي ورا بعض ورا بعض ورا بعض، مش قادر اتحمس، مش قادر اعيش اصلا اللحظه، فبعمل سكيب. على النقيض تماما احد اليوتيوبرز اللي كان لسه بادئ رحلته، كان بيقطع امريكا من الشرق للغرب، عايز يقطع القاره كلها، فيديوهاته كانت بتوصل ل 50 دقيقه وانا قاعد ومستمتع وعايز اكمل وعايز اعرف ايه اللي هيحصل، لانه انت اصلا النفس سبحان الله البشريه عايز ادرس الموضوع ده وافكر فيه شويه تاني اكتر، اتعمق فيه، انه في عندها فضول تعرف اللي بعد كده. ممكن يكون نابع عن حب، عايز تامل تعرف ايه اللي بعده، او عن خوف او عن غضب، I don't know، عايز ابحث في موضوع الفضول ده. ولكن انت وانت بتحكي فلوج وقصه، ده ما تعملوش في دقيقه، ده الناس اصلا عايز تعرف انت بتعمل ايه، في نوع من ان عايشه معاك. وما تابعتوش صراحه، ما كملتش اليوتيوبرز، لان هو كان الاول بيصور يعتبر في ارياف امريكا شويه، في الطرق، فما كانش فيه نوع من من المحرمات، ما كانش فيه، وهو اصلا شال الموسيقى على طلب الجمهور، شال الموسيقى. فسبحان الله، يعني اصبح في وعي كبير جدا في الشباب انه ما حدش عايز يعمل موسيقى، حتى بتلاقي في التعليقات كتيره جدا عند ناس كتيره انت ما بتعملش موسيقى، فده بيخليني اعمل لك لايك واعمل لك واشارك المقطع. حاجات كتير صراحه، مقاطع كتيره بيمنعني ان انا اشاركها، يمكن عشان احط موسيقى في الاول عشان يعمل سلوجان معين للقناه. طب ليه؟ هي الموسيقى دي اللي هتنجحك يعني؟ فانا مش عارف صراحه يعني. حتى مش الموسيقى بس، اي حاجه تعمل نفس عمل الموسيقى تبقى برضه حرام. يعني لما سمعت الموضوع ده صراحه من احد العلماء، انه الشريعه لا تفرق بين المتماثلات. شربت خمره او شربت مخدرات، اي نوع مخدر، الاثنين لهم نفس الاثر، فلهم نفس الحكم. فانت لو جبت آلة موسيقيه وعملت صوت غير موسيقي مش حرام، انما لو عملت بادوات غير موسيقيه زي بقك، او عملت اي حاجات ادت ان تدي صوت الموسيقى، فده يعتبر حرام. هي عملت اثر نفس الاثر. فصراحه الموضوع ده خلاني يعني، هو جه في فتره حط شويه من صوت الهمهمات وبعد كده شالها، بس ما كملتش اتابعه، لانه لما دخل جوه بقى المدن بتاعت امريكا واصبح يكون في نساء، مع ان يا جماعه الخير، وده اللي يودينا في نساء وفي كذا، وده اللي يودينا لنقطه انه الكاميرا، العين الصناعيه اللي معاك دي عين وسيطه، انت مسؤول على اللي انت بتوديه للجمهور، انت مسؤول، اي حاجه انت مسؤول عنها. سواء انت في الشارع تقدر بالمونتاج تحط اي حاجه سوداء وتخفي الحاجه دي تماما.
اصلا انا بعيش معاك الشخصيه، انت بعيش معاك انت عشانك انت، يعني سواء حتى اليوتيوبر ده او اي يوتيوبر تاني، انا بعيش مع الشخص ده عشانه هو بينقل صوره معينه، بيعيشني تجربه جديده، حاجات كتيره جدا. فدي احد السلبيات اللي اللي لقيته عندها. ولكن الشاهد من الموضوع من القصه دي كلها ان انت تبقى عفوي. عيش يا عم التجربه، وده اللي بخليكم تعيشوا معايا، بخليكم تعيشوا معايا اللحظه اللي انا فيها كلها. اضافه للنقطه تاني، لما كنت بتابع احد اليوتيوبرز المشهورين، قناته عباره عن معلومات ولكن واخد الهايب، هو برضو اخوه مشهور، واخد الهايب بتاع الهايب الجديد اللي هو يقعد يجيب التفاتك، يعني يأثر عليك ويلفتك ليه بكل الطرق. انا حرفيا مش قادر اركز، مش قادر افهم هو بيقول ايه. اصل العقل عشان يفهم لازم نفسه تبقى متزنه، لازم نفسه تبقى متزنه، واعرف اخد المعلومه وامشيها في دماغي تاخد الدوره بتاعتها وافهمها. هو بقى شغال عمال يجيب ايه، بيتلاعب بيك نفسيا، يجيبك هنا ويلفتك هنا ويلفتك هنا. بعد ما خلص فيديو 20 دقيقه حسيت ان انا ما فهمتش اي حاجه خالص. كل ما احاول اركز الاقي نفسي التفت لحاجه ثانيه، كل ما احاول اركز. عشان تشرح معلومه وتوصل لشخص لازم يبقى فيه نوع من، مش الهدوء، نوع من الاتزان، نوع من الاتزان حرفيا عشان افهم انت بتقول ايه. فالاسلوب ده ما ينفعش شويه مع المعلومات. حتى لو انت حبيت تاخد الطريقه، انا يعني انت ممكن بعد ما تخرج من فيديو معلوماتي تخرج مستمتع اوكي، او تخرج مدهوش بسبب الدوشه الكتير وما خدتش اي منفعه خالص. وده اللي لاحظته، مش مديني فرصه ان انا اركز، مش مديني فرصه ان انا اركز، لان اللعب على الانتباه اللي موجود ده، اللي موجود في الفيديوهات اليمين دول، ده لعبه نفسيه اكتر ما هي عقليه. يعني هو بيأثر على نفسيتك وعقليتك، فاهم انت ازاي بتتشوش مع النفسيه. ده اللي ما حبيتوش في الموضوع، ان انت تعمل مونتاج بالطريقه دي. خليك عفوي، يعني لحظه الصمت، لحظه الهدوء، لحظه التفكير، كل ده لحظات جميله جدا الشخص بيعيشها معاك. وده عكس اللي هيخش دلوقتي من امور ناحيه اسمه ايه ده، الاي اي هيخش، وهيبقى الموضوع كله عباره عن برودكت، الموضوع عباره عن منتج انت بتبيعه. وده انا ما بيعجبنيش في الحته دي، ان هو بس انا عايز اطلع بمنتج عشان اعمل بيزنس معين، عشان اطلع بالفيديو ده بفلوس. وده انا ما بحبوش صراحه في صناعه المحتوى، بخرب اي حاجه بيخش فيها الفلوس، بتخرب معنى كل حاجه. ممكن نناقش الموضوع ده قدام. في حاجه تانية ممكن اتكلم عنها؟ كان في حاجات كتيره جدا عايز اتكلم عنها صراحه في الفيديو ده. من الفيديو حسيته طول. امل انكم استمتعتوا بالفيديو. عايزين نوصل يا جماعه الخير، لا تنسوا يا جماعه الخير، عايزين نوصل ل 100,000 مشترك ان شاء الله. احنا في خضم هذه الرحله، هنوصل لها باسرع وقت ممكن. ما تنسوش تشتركوا في القناه، ما تنساش تاخد كام لفه كده في القناه لما تطلع. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. يا